يا عم الحاج قول العاوز. من اول ما جاءت النار اتصلنا بالمطافي، قالوا اتصلوا بالمسؤولين، المسؤولين قالوا اتصلوا بالمطافي، قعدنا 4 ساعات شغلوا ميتنا المطافي. بعد ما جت المطافي صح يا اخوان ولا صح؟ بعد ما جت المطافي جت فاضيه من غير ميه. سحبوا الخراطيم لما الحريقه لقينا الخراطيم فاضيه كلها. والماء كانت قاطعه في مال يا بيه مال. وحنفيات المطافي باظت وما حدش طفى بتوع المطافي، الشباب بتوع البلد اللي طفوا. حنفيات المطافي باظت وما شغلاش خالص. في كذا حنفيه شغاله في البلد تلقاهم بايظين ولا حنفيه اشتغلت. الرجال قاعد 5 ساعات شغاله في البلد ما لاقيش ميه يطفوا بيها المطافي. اهمال البلد والرساله والفساد اللي محطه الميه من غير ديزل، يعني انقطاع التيار كهربي تنقطع الميه وما حدش يلاقي ميه خالص عشان تطفي النار. الفساد وعلى سيادتك حنفيات حريق عشان خاطر يعني تنفع ايوه لازم نغطيها يا استاذ. المشكله انه هو عربيات المطافي عربيات المطافي بعد ما جات وجاي معاها البيه مدير الامن والساده مساعدين مدير الامن، اللي حصل انه هو العربيات ما فيهاش سولر. عربيات مديريه الامن والحكومه ما فيهاش سولر. مدير الامن يقول لنا هاتوا لي سولر عشان اطفي، احنا نجيب له سولر لمدير الامن. ده مشكله كبيره. عاوز بنزين، هو قال عاوز بنزين. والشباب اللي طفت الحريقه يا بيه عاوز مترين بنزين. الشباب اللي طفت الحرايق كلها اللي في البلد بتوع المطافي.